هل فكرة أصلا الأمراض النفسية هل هي أمراض بتتعالج ولا لا؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من ليه بودكاست. اكيد كلنا الفتره اللي فاتت سمعنا افلام ومسلسلات بتتكلم عن الصحه النفسيه كتير، زي مسلسل لام شمسيه. النهارده بقى هنتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم عن الصحه النفسيه، ومعانا يشاركنا في الموضوع ده دكتور محمود. اهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا أحمد. ممكن نبذه سريعه عن دكتور محمود؟ يعني أنا اسمي محمود غباشي، أنا طبيب نفسي بمستشفى العباسية من القاهرة، وكوفاوندر لعيادات مايند. ويعني دايما بقول إن أنا يعني بعشق الطب النفسي أو بحب الطب النفسي. ده كويس. احنا جايين النهارده هنهاجم شويه الاطباء النفسيين في بدايه الحلقه، وبعدين هنكمل الحلقه أصلا فاحنا يعني يعني احنا داخلين بهجوم شويه. ليه الناس بتقول على الاطباء النفسيين نصابين؟ نصابين؟ اه بص، هو يعني الفكرة العامة بتاعت الأطباء النفسيين، هو الأطباء النفسيين أو الطب النفسي ده برانش من الطب. المشكلة بوجود السوشيال ميديا أو بالهيستوري اللي السينما صدرته أو المجتمع صدره، إن بيحصل خلط شوية بين أدوار كتير شبه الطب النفسي، وما بين مثلا حاجات شبه التنمية البشرية أو شبه اللايف كوتش أو شبه حاجات شبه كده، اللي من ضمنها بيدخل بعض الناس اللي ممكن يبان للناس ان هم نصابين او دجالين او ايا كان المسمى بتاعهم يعني. حلو. طيب ازاي اصلا نعرف الدكتور ده دكتور نصاب ولا دكتور حقيقي بيعالج؟ هو طبعا يعني في بعض الحاجات اللي هو بيبقى مصداقية شوية، يعني هل الدكتور ده اصلا يعني موجود في عيادة فخد اللي هو مزاولة المهنة او خد ترخيص مزاولة المهنة تبع النقابة، حاجات شبه كده. فانا لما اجي اروح لدكتور نفسي انا مش بتابع اي حد، مش بتابع اي حد واكتب له واقول له رايك ايه وبتاع مش عارف ايه. لا، في جزء معين الشخص ده موجود مثلا في عياده معينه، العياده دي واخده ترخيص معين، وده مش بيطلع الا بترخيص من وزاره بس الصحه. مش شرط ان هو يكون بيعالج. ما هي دي النقطه بقى، اللي هو واخد ترخيص مزاوله مهنه، بس فكر بقى ان انا اثق فيه ازاي او الجزء ده. انت ببساطه عندك قدرة انك انت بعد ما تتأكد ان هو طبيب تقدر ان انت تسمعه، وتقدر ان انت تسأل الناس اللي راحت له قبل كده، تقدر ان انت لا مانع ان انت تروح وتكشف عنده وتسمع منه او ان هو يسمعك. واحدة واحدة بتبدأ تتكون شوية هي فكرة العلاقة العلاجية او فكرة الثقة، بتتبني واحدة واحدة بينك وبين الدكتور ده او ما بينك وما بين الثيرابيست ده ايا كان المفهوم بتاعه. وصلت الفكرة. طب دلوقتي شفنا شوية فيديوهات كده، واحد في امريكا مصورهم لاطباء نفسيين، يقول لك انت شغال في المهنة بقالك قد ايه وعالجت كام حد؟ والغريبة ان اجاباتهم كانت كلها 0 1 2، ده اقصى حد عالج ناس. فليه الاطباء النفسيين عندهم ولا ده عندنا بس بيعالجوا ولا ما بيعالجوش؟ هل في علاج حقيقي اصلا للطب للامراض النفسيه ولا ما فيش؟ هو الفيديو ده تقريبا يعني من زمان شويه، يعني بالزبط. هو يعني اعتقد تصويره كان مثلا ممكن نقول من سنه 2000 او 2004 الفيديو. فهو اصلا يعني خلينا نتكلم ان الطب النفسي اصلا هو كعلم يعني حديث. فمثلا لو بنتكلم على الطرق العلاجية اللي مثلا طلعت، سواء أدوية أو يعني أدوات علمية تم إثباتها بعد مثلا سنة 2000، مختلفة تماما عن قبل 2000. تمام. النقطة التانية، فعلا البروتوكولات يعني بره مصر سواء في أمريكا أو في إنجلترا أو بتتبع حاجات شبه التأمين الصحي شوية، فالدكاترة تخاف ان هي تشخص فيطلع التشخيص فيه مشكله، يخاف ان هي تدي ادويه فالادويه يطلع فيها مشكله. فابطوا ان الناس بتدخل المستشفى وبتطلع مش متعالجه اصلا، عشان يقعد عدد معين من الايام او عدد معين من الشهور. وده حتى هتلاقيه موجود مثلا في الفيديوهات دي وهم بيقولوها، او موجود في الكومنتات او ايا كان، عشان فقط شركات التامين. وده على فكره اللي ممكن تبقى ميزه كويسه في مصر، ان في المستشفيات ذات نفسها لا، ممكن المريض يقعد مش شهر واحد، ممكن يقعد 3 و4، هو مش بيطلع فعلا الا لما يكون المشكله اللي عنده دي اتحلت بشكل كبير. وصلت الفكره. بس خليني هنا اشير لنقطه مهمه. هل فكره اصلا المرض النفسي او الامراض النفسيه هل هي امراض بتتعالج ولا لا؟ تمام. الامراض النفسيه زيها زي اي برانش في الطب، في امراض فيها امراض مزمنه، تمام، زي السكر والضغط. يعني اللي احنا بنحاول نعمله مع الامراض دي ان احنا نحاول
نكنترول الاعراض دي، نحاول ان احنا نقللها، نحاول ان احنا نهديها، نحاول ان احنا نقلل التقدم بتاعها. ده زي مثلا مريض شبه الفصام مثلا، تمام. وفي بعض الامراض لا اللي بتعالج، يعني بتعالج وبتختفي، زي مثلا اضطراب عدم التكيف، تمام، زي اضطرابات زي الاكتئاب، زي اضطرابات زي القلق، تمام، زي اضطرابات كتير شبه الوسواس، بتعالج والناس بتخف وحياتها بتتحسن خالص والموضوع بيتحسن. بس ممكن يبقى نفس الاشخاص دي عندهم قابلية تاني ان الاضطراب يرجع بس بعد سنين من العلاج، تمام. ففي ناس بتعالج خالص، وفي ناس اللي هو الموضوع بيرجع بس على فترات متباعدة، وفي ناس او في بعض الاضطرابات شبه الفصام دي بتبقى اضطراب مزمن شبه الضغط والسكر اللي محتاج علاج بشكل مستمر، وما ينفعش البيشنت يوقف العلاج. وصلت الفكرة وكده، وضحت اللي في دماغي، النقطة اللي في دماغي كده خلصنا. عرفنا ان الاطباء النفسيين مش نصابين، ولكن هي بعض الناس زي ما قلنا. وفكرة العلاج، في علاج دايم فعلا، وفي الناس هيرجع لهم بس بعد سنين طويلة، وحسب نوع المريض وحسب نوع المرض. مظبوط كده. نخش بقى في حلقتنا لسه ما دخلناش في الحلقة، ونبدأ أول حاجة علاقة التربية بالصحة النفسية. اوكي. تربية الطفل، نتكلم هنا عن تربية الأطفال. بص، في جزء كبير ليه علاقة أصلا، هو الجزء أو الصحة النفسية بتبتدي عند الطفل إزاي، تمام. يعني احنا بنسمع كتير بقى على التربية الإيجابية ومش عارف إيه والكلام ده كله، فاحنا خلينا يعني بشكل مبسط جدا نوضح أصلا الفكرة بتبتدي إزاي. أي واحد فينا لما اتولد أو يعني وأنت طفل خالص بيبقى عندك بعض الاحتياجات. احتاج انت تاكل، احتاج ان انت تشرب، احتاج ان انت تعمل حمام، احتاج ان انت مش عارف تعمل كذا. فانت بتعمل ايه؟ بتعيط. واما بتعيط مامتك بتفهم، فبتبدا ان هي تشوف المشكله فين وتبدا تحلها لك. اول لما تبدا تكبر شويه، تبقى سنه سنتين، بيبقى عندك احتياجات لحاجات معينه. انا عايز اللعبه دي، انا عايز الكوبايه دي، انا عايز كذا. بس بتبدا تكتشف ان في ناس حواليك عايزه برضه الكوبايه دي. يعني في طفل تاني كده بيبدا يظهر في حياتك، سواء اخ، سواء مثلا ابن خاله، ابن مش عارف كذا، فيبدا يقول لك لا انا عايز دي. فيبدا يحصل هنا صراع، تمام، صراع باللي انا عايزه واللي انا كان بيتلبى لي باي حاجه، وبين بقى ان انا ببدا اروح الحضانه، فتلاقي ايه؟ ان انت مش هينفع تاخد كل حاجه. هنا بيبدا يظهر ان في بعض الاحتياجات عندك كطفل مش بتتلبى، مش كل حاجه انت عايزها هتاخدها. هنا بيبدا يظهر موضوع المرونه شويه. هل انت مرن كفايه انك تقدر ان انت تتعامل مع ده وتتقبل ده، ولا لا انت اتعودت ان كل حاجه تاخدها؟ هنا بقى بيظهر دور التربيه. التربية هي الفكرة ازاي نحتوي الاحتياجات بتاعة الطفل ده، وبنعرفه واحدة واحدة ان مش كل الاحتياجات بتتلبى، ان الحياة مش بتدي كل اللي انت عايزه، بس بشكل مهذب ولطيف. المشكلة لو انا وصلت له ده بشكل عدواني، اضربه، اعنفه، اقول له مفيش كده، اقول له اصلا ما تعبرش، ما تتكلمش، ما تنطقش، ما تقولش كده قصاد حد احسن كده عيب. فبعامله معاملة اللي هو ايه؟ اسمع الكلام، مش معاملة ان انا بحتوي احتياجاته. فلو انا اتعاملت مع الموضوع بشكل فيه تقبل للطفل وتفهم للاحتياجات بتاعته، وفي نفس الوقت بهذب ده نتيجة للمبادئ او الفاليوز او القيم، مختلف تماما غير ان انا بعلمه وبأدبه بالعصاية وبالزعيق وبالشخط وهكذا، بحيث ان انا اخليه اصلا ما يعبرش ولا يتكلم ولا يعبر عن احتياجاته. فواحدة واحدة بقى هو الاحتياجات دي بتبدأ تتكتم، اكتم 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 لحد ما ايه؟ تنفجر. سواء بتنفجر فيه هو، هو يبقى مكسوف، محروج، مش عايز يتعامل مع المجتمع، فتلاقيه في وسط اصحابه خايف، ثقته بنفسه قليله، مش بيرفع ايده، خايف يسال المدرس لحسن يحرجه وهكذا. فهي دي المفهوم بتاع التربيه. لو قدرنا بقى نظبط الحته بتاعه التربيه دي بشكلها السليم، ان احنا نحتوي الاحتياجات دي ونتواصل بشكل ما بيخلي الطفل ده يحس ان هو عايش في امان، وفي نفس الوقت يبقى محترم القيم والمبادئ بتاعة المرجعية، سواء الدين أو المبادئ أو هيطلع عنده صحة إيه؟ سليم. بس هل نقدر نقول إن الأمراض النفسية جذورها بترجع للتربية وللطفولة؟ يعني أنا عايز أقول لك جزء كبير فعلا في العيادات، الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل نفسية، الهيستوري بتاعهم، تمام، اما بنيجي ناخده او بنتكلم معاهم، جزء كبير بقى على فكره ليه علاقه بالطفوله. ان هو في فكره التربيه ذات نفسها، هل هو كان عنده القدره ان هو يتكلم، يعبر، ولا لا والده كان شديد عليه، مش مديله مساحه ان هو يعامله بشكل كويس. فاحنا بيطلع زي باترن كده او انماط
لعلاقه الاب بالاولاد. وممكن يعني اقولهم لك سريعا لو يلا. اول حاجه في حاجه كده اسمها الاوستيريان ده الاب اللي هو الى حد ما متحكم. يعني مثلا انت تيجي تقول له مثلا اعمل كده، لا اعمل كذا، اوفر كنترول. عارف المايكرو مانجمنت اللي انا كل تفصيله هشوفك فيها وهي دي الصح. مش انت اللي شايف الصح، انا اللي شايف الصح. تمام. فكل حاجه اعمل كذا ما تعملش كذا. ده بيسموه الاوستيريان. ده نمط علاقه. تمام. ده طبعا بيعمل مشكله كبيره ان الشخص او الطفل ده بيطلع ان هو حاسس ان هو ملوش راي اصلا. يعني انا مش موجود، هو بابا اللي شايف كل حاجه صح غلط وهكذا. هل ده بيأثر في معاملته مع الناس بعد كده؟ طبعا. ما هو اصلا بيبقى ثقته بنفسه ضايعه. تمام. فغالبا لا اما مع الناس اللي قده او في الليفل يعني اعلى منه، ستيريان في اوثوريتي اعلى منه، بيبقى يعني ايه دايما بياخد الحته بتاعت الافويدنس بشكل او بيتجنب. تمام. وده على فكره ممكن من الاب او من الام. وغالبا الشخص ده بعد ما بيكبر ويبقى هو كمان اب، هو غالبا ممكن حتى بشكل سب كونشس بيعمل كده مع اللي تحته، ان هو شايف ان هو برضه انا اللي شايف الصح من الغلط. فلو هو ما بقاش واعي كفايه ان ده حصل معاه من زمان وان ده مش صح وهو عايز يعدل من نفسه، تلقائي بيلاقي بيعامل اولاده بنفس الطريقه اللي هو اتعامل بيها. وصلت الفكره. تمام. ده اول نمط. تمام. النمط اللي بعد كده يعني اسمه الاسيرتيتيف. وده البوزيتيف بقى. الاسيرتيتيف ده اللي هو ايه، الشخص اللي لحد ما بيدي لاولاده مساحه ان هو يتناقش معاهم، ياخد رايهم، يسيب لهم مساحه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه طالما مش بيأذوا نفسهم او بيعملوا حاجه غلط او حاجه شبه كده. ففي مساحه من النقاش. لا يقول لك لا بياخد راينا احنا لينا قرار، مش اللي هو لا انت صغير مش فاهم حاجه. تمام. فده الاسيرتيتيف، وده اللي احنا معظمنا عايزين نوصل له، سواء في التعامل مع اللي حوالينا او في التعامل مع الاطفال الصغيرين. تمام. طيب النمط الثالث اوفر بروتكتيف ده اللي هو الشخص اللي مش بيسيب ابنه يعمل حاجه. يعني لو في صنايعيه في مش عارف كذا، لا هو اللي يقف يقول له انت مش هتقدر تعملها. حاجه مثلا في البتاع هنصلح لمبه ولا لا خليك انت. تلاقيه بيروح مع ابنه المدرسه اول يوم، لازم يطمن عليه في الامتحانات، لازم اوفر بروتكشن، ما بينزلوش الشارع، ما بيودلوش الحته الفلانيه، هو خايف عليه. يعني هو يعني النيه حلوه. تمام. يعني هو النيه كويسه، ما حدش احنا دايما بنقول للناس كده لما بييجوا العياده احنا خلينا متفقين، احنا مش مختلفين عن نيته. تمام. بس الاوفر بروتكشن ده غالبا بيولد بعد كده حاجه شبه السوشيال انكزايتي او الافويدنت بيرسوناليتي، الشخصيه التجنبيه. انا اصلا مش واثق ان انا هعرف اعمل اي حاجه، صح. لان بيتغذى فيا من صغري، لا بلاش انت مش هتعرف تعملها، اخليك انت فلان انا هعملها. فدايما واخد جنب كده لوحدي ومش عايز اشارك في حاجه، لا ما انا كده مش هعرف. الناس مش هتثق فيا، انت مش هتعرف تشيل، مش هتعرف تحط، مش هتعرف انت تعمل، مش هتعرف تتعامل. تمام. فده بيبقى اوفر بروتكشن. تمام. والنمط الاخير اللي هو النجلكت او الاهمال، تجاهل خالص بقى. خلاص بقى اللي هو ايه سواء على فكره بالبرميشن اللي هو انت اعمل اللي انت عايزه، ساعات بيسموه بيرميسيف، او في نمط اللي هو ايه عارف اللي هو متدلع زياده عن اللزوم. تمام. فانت كل اللي انت عايزه مجاب. تمام. ده برضو سيء، ده سيء برضو. تمام. لان ده يعتبر برضو ان مفيش اي تهذيب للاحتياجات بشكل او باخر. والنجلكت ده ممكن يقع تحت على فكره الاب المسافر طول الوقت. تمام. مسافر مثلا في مكان، فبيشوف ابنه مثلا شهر في السنه. ده يعتبر نوع من انواع النجلكت، لان هو محتاجك جنبه بشكل ما. فده يعتبر نوع من انواع الاهمال العاطفي، او نوع من انواع الاهمال في العلاقه. فده بيخلق جاب ما بين البيرنت او الاب، سواء الاب او الام. تمام. وما بين الطفل. وصلت الفكره. هل في اذى نفسي غير مرئي احنا مش شايفينه؟ يعني احنا بنتاذي واحنا مش واخدين بالنا اصلا؟ بنتاذي ولا بنأذي؟ الاثنين. الاثنين. طيب خلينا يعني نقول اصلا يعني كلمه اذى نفسي معناها ايه؟ يعني هل مقصود بيها ان انا ممكن اتألم نفسيا واحنا مش واخدين بالنا؟ على المدى الطويل حاجات صغيرة بتأثر فيا، او حاجات صغيرة انا بعملها مش واخد بالي منها بتأذي اللي قدامي، ولا انا اعرف ولا هو يعرف اصلا. بس على المدى الطويل هنكتشف كارثة بقى حصلت. هي الفكرة في دي.
عارف الموضوع بتاع جحيم الوعي ونعيم الجهل. تمام. يعني الموضوع ده دايما بنتكلم فيه، بنقول ان في بالانس كده. انت لو بقيت واعي بكل التفاصيل ومركز قوي في تفاصيلك، تمام، وازاي كل حاجه من دي ممكن تسمع في كذا، ده بيبقى وحش جدا على فكره. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلق فينا القدره على التكيف والقدره على المرونه. ففي حاجه في دماغنا كده اسمها النيوروبلاستيستي او المرونه العصبيه، تمام. فانت اصلا يعني الخلقه بتاعتك ان انت تعرف تتكيف مع البيئه اللي حواليك، حتى لو البيئه دي فيها نوع من انواع الاذى. انت الطبيعي، احنا اتفقنا ان الطبيعي ان انت جواك فيجن نفسك انك تعملها. انا نفسي اجي النهارده واروح في ميعادي واروح كذا واطلع الاول على مش عارف ايه، في حاجه انا نفسي اعمل، حاجه انا اتمناها، تمام. بس انت بتكتشف ان الدنيا مش كده. هو كل واحد ليه فيجن. انت عايز تعمل حلقه وانا عايز اعمل الحلقه، وده عايز ما نعملش الحلقه، وده عايز يمشينا وده عايز يقعدنا، فكلنا هنتصارع في صراع بيبدا يحصل. فمن ضمن الصراع ده ان احنا نبقى مرنين كفايه، تمام. خلال الصراع ده لو في حد مش مرن، بيبدا هنا يحصل موضوع الايه، الاذى بقى اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو الاذى النفسي. ففي الطبيعي في قاعده كده احنا بنتكيف معاها، ان انا بصارع بس بعرف ايه اتكيف معاه. بيسموها الايوسترس، ان قدر من الاسترس احنا بنتعامل معاه كلنا يوميا وبنعرف نتكيف معاه، تمام. لكن لو الموضوع بقى انا ما بعرفش اتكيف معاه، هندخل بقى في الحته اللي انت بتقولها، تراكم 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 تراكم، لحد ما اكتشف ان الموضوع بالظبط ده في يعني هو كانت خبطات كده، بس الخبطات دي مع الوقت عملت نزيف داخلي، تمام. وده اوقات كتير جدا بيبقى بشكل سبكونشس، بشكل غير واعي. عشان كده هنا بقى لا، هنا مش جحيم الوعي ولا حاجه، هنا انت محتاج يبقى عندك قدر من الوعي انك تعرف امتى تاخد بالك ان ده اذى، تمام. ده بقى القدر المهم. لكن بطبيعه الحال كلنا في صراع، وكلنا فينا جزء بيتكيف مع الصراع ده. في حتة التربية، هل في فرق بين القسوة في التربية والتربية السامة؟ يعني اديني مثال. يعني القسوة في التربية دي تقصد بيها ان ما فيهاش عاطفة مثلا؟ بالظبط. تمام. بص، من اكتر المشاكل اللي بتيجي في موضوع التربية دي في العيادات ايه؟ ان هو يقول لك والدي شخصية رائعة ووالدتي شخصية حلوة جدا، بس اللغة بتاعة المشاعر مش موجودة. يعني بابا مثلا عمره ما حضنني. سمعت المشكلة دي كتير على السوشيال ميديا، ناس اهاليهم عاشوا وماتوا ما حضنوهمش ولا مرة. بالظبط. هم بيتكسفوا ان هم يحضنوا، بيتحرجوا الاب ولا الطفل؟ الاثنين. يعني ليه؟ لان الاب ذات نفسه هو اصلا ما عاش الحته دي، هو مش متخيل ان دي لغه كذا. وده بيحصل يعني صدقني يعني كل يوم في لا، العيادة. مثلا الحلقة الأخيرة كنا نزلنا ريل منها، الكومنتس عبارة عن أمراض نفسية كلها من النوعية دي. إن هو يعني والدي ما حضنيش طول حياتي، والدي ما كانش بيتكلم، ما قاليش كلمة بحبك. الكلام ده كله، هل دي قسوة ولا ده؟ لا، ده هي على فكرة من أهم الحاجات اللي احنا بنقولها. ببساطة انت شايف ان والدك كده، تمام، انت شخص دلوقتي كبرت، صح؟ تمام. روح احضنه، روح احضنه. انت خلي بالك في قدر من المسؤولية عليك. احنا متفقين ان ممكن يبقى في تقصير من اهالينا بشكل او باخر، بس احنا بنقول بعدم وعي منهم، تمام. انت دلوقتي وصلت لمرحله ان انت بقيت كبير، بقيت فوق ال 18 سنه، فانت بقيت مسؤول عن نفسك. في اجزاء معينه حصلت مش صح بشكل او باخر، انت محتاج ان انت تبادر. انت مش كل الوقت انا متلقي فقط. بس في واحد هنقول ان هو هيعيش دور الضحيه شويه، يقول لك انا بقالي 18 سنه ماليش بحبك، بقالي 18 سنه ما حضنيش، انا اللي هاجي احضنه دلوقتي. ما هو حقه ان هو يزعل وحقه ان هو يتضايق، ولازم نعمل له فاليديشن، ولازم نتفهم ده ان هو فعلا معاش ده بشكل او باخر. بس احنا بنقول له عشان مصلحتك انت، طالما انت عارف ان هو والدك، انت بتتكلم عليه بالشكل ده ان هو شخص رائع وجميل وكويس، بس عارف ان ده كان بسبب عدم وعي منه، تمام. فانت محتاج تاخد الخطوه عشان نفسك. يعني انت انا متفهم كميه الغضب اللي انت فيه، صح. ومتفهم ان انت متضايق منه، ومتفهم ان انت ما خدتش ده، بس مين اللي متألم دلوقتي؟ انت مش هو. انت
تمام. فاحنا حتى اوقات جوه العياده اما بنلاقي ان هو نفسه شايف والده كويس جدا، فبنقول له ابدا خد خطوه، وصدقني والله بعد ما بياخد خطوه واحده بيلاقي ان ابوه ده او والده ده يقول له انا كمان كان نفسي اعمل كده. تمام. فتلاقيه هما الاثنين بيحضنوا بعض، وخلاص الدنيا واحده واحده بتبقى لذيذه يعني. طيب لو حد خد خطوه ومره واثنين وثلاثه و10 وحاول يحل المشكله ونفس الحته نفس القسوه نفس طريقه المعامله ما اتغيرتش، يجوا يومين خلاص احنا بقينا تمام، بعد اليومين دول لا الدنيا بترجع تاني وممكن أسوأ، وده بيخلي حالته النفسيه تسوء اكتر. طب انا حاولت مره، لا ده انا ما حاولتش ده انا حاولت 10 مرات ونفس الطريقه ونفس الرد اللي بيجي لي. ده ايه الحل؟ في جزء كده احنا خلينا نتقبله في الناس الكبيره، ان شخصياتهم مع الوقت بيبقى صعب ان هي تتغير، صعب ان هي تتغير. يعني احنا مش هنغير اهالينا، احنا صح. مش عايزين نغير اهالينا، احنا بنعمل بعض المحاولات اللي ممكن حتى لو نجحت بنسبة 30-40% احسن من ما فيش. تمام. لان اوقات كتير انت بعد يعني مش عايز اقول بعد فوات الاوان بتبدأ ان انت يعني تقول ايه، طب مش كنت احاول، مش كنت اجرب. احنا اوقات واخدين حكم قبل ما نجرب انه مش هيحصل حاجه. صح. طب انا جربت مره واثنين وثلاثه، خلاص مش ما انت حاولت على الاقل ان انت كده ايه حاولت. تعالى بقى نشوف نلبي الاحتياجات دي ازاي من اماكن تانية او من حتت تانية. تمام. غير خالص الاب، غير خالص الام. لان حتى ممكن مش شرط ان هم بس مش عارفين، هو ممكن يبقوا فعلا بيأذوه. يعني ممكن فعلا كلام مؤذي، ممكن ضرب، ممكن عنف، ممكن بتوصل لتحرش، ممكن توصل لحاجات كتير. فممكن فعلا يبقى فيه عنف ما، فانت خلاص المنطقه دي انت محتاجين بقى نروح لمرحله تانية خالص، مرحله الحدود. ازاي احط حدود للاب، ازاي احط حدود للام، ازاي احط حدود للاخوات، ازاي احط حدود للي حواليا، وابدا اشوف انا طريقي، وابدا اشوف احتياجاتي انا البيها منين. طب ازاي نحط الحدود دي؟ لان الحته دي مهمه قوي، يعني معلش هنستفيد فيها شويه بس هي مهمه قوي. ازاي احط الحدود دي؟ مع العلم برضه هما بابايا ومامتي. تمام. يعني هي المعضله بتيجي هنا. ده لو حد غريب هنقول سهل ان احنا نحط حدود. لو اخ على فكره يعني سهل شويه عن الاب والام. اب وام وعايشين وانا لسه عايش معاهم في البيت، فازاي احط حدود؟ ما هو اكيد الحل مش تجاهل او ان انا ابعد عنهم. مش هقدر دلوقتي، انا في سن دلوقتي ان انا لسه تحت وصايتهم، لسه تحتيهم، عايش معاهم، باكل من اكلهم، هم اللي بيصرفوا عليا، ومع ذلك ومع ده كله انا مأذي منهم. فايه الحل؟ ولغايه امتى هستمر كده؟ هي دي الفكره. طيب خلينا نقول في جزء كبير من المعادله، يعني وده احنا بنشوفه برضو جوه العيادات كتير. في حاجه كده اسمها الاكسترناليزيشن. الاكسترناليزيشن ده اللي انا باجي بكون بشتكي من والدي، بشتكي من والدتي، بشتكي من اخواتي، بشتكي من العلاقه اللي انا دخلتها مع الخطوبه دي او الجواز ده او ايا كان. تمام. في جزء بقى مهم جدا اسمه الانترناليزيشن، اللي هو ايه؟ انت علاقتك مع نفسك شكلها عامل ازاي؟ ليه بقى؟ لان غالبا الشخص اللي عايش في بيئه شبه كده هو علاقته مع نفسه بقت فيها مشكله كبيره. هو بقاش حابب نفسه، بقاش متقبل نفسه، بقى يقعد مع نفسه اصلا بالليل وفي اوفر ثينكينج وبيجلد ذاته وبيحكم على نفسه ان انت فاشل، ان انت مش نافع، ان انت ضعيف، ان انت مش محبوب، ان انت مش مقبول. فانت بتبدا ان انت يتكون عن نفسك قصاد نفسك صوره لشكلك انت مش حاببها، صوره لشخصيتك انت مش حاببها. فبالتالي اللي بيحصل ان اي تعامل خارجي، يعني انا قلت له، لو قلت له انا هلغي اهلك خالص من المعادله، الغي اهلك، طلع اهلك وسافر بره مصر واقعد بره مصر، هتلاقيه هو ما يزال برضه مش واثق في نفسه، ما يزال مش مرتاح. ليه؟ لان للاسف هي علاقته مع نفسه اصلا، عارف اللي هو ايه، هو اهله اختفوا لكن صوتهم لسه في دماغه، لسه في دماغه، وبقى صوتهم ده هو صوته اللي بيكلم بيه نفسه. فلو الاهل كان بيقولوا له انت مش نافع، انت خايب، تمام، وسكتنا الاهل او بعدناهم، او حتى بعد ما يتجوز، هو اتجوز خلاص وبقى عنده ولاد ومش عارف ايه، في صوت بيجي في دماغه، انا مش نافع كأب، انا مش نافع كزوج، انا مش نافع في الشغلانه دي، مع انه اهله ما بقوش فين، ما بقوش في اليوم اصلا. تمام. صح. ففي جزء كبير من الموضوع انت بعد سن، بالذات بعد سن ال 18 سنه، بيبدا يتكون الصوره بتاعتك انت بقى، الانا، صوتك انت الداخلي، انت مع نفسك. لو تمام؟ صوتهم اعلى من صوتك
بالظبط. انت بقى محتاج مم. هنا الاول قبل ما نقول ازاي تحط حدود للعالم الخارجي، انت محتاج تصلح الاول علاقتك مع نفسك. محتاج الاول ان انت اللي تبطل تكلم نفسك بالشكل ده. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان تخيل المثال اللي بحب اديه، يعني تخيل انت ماشي في الشارع ولقيت فيه خناقه وواحد بيتضرب ماسكينه طحنينه، تمام، وبعد ما حشت عنه لقيته هو عمال بيعمل ايه؟ عمال بيضرب نفسه. بيضربك انت، بيضرب بيضرب نفسه. نفسه. تمام. انت ايه رايك في المشهد ده؟ هديله على دماغه، انت عبيط يا عم. ده بقى اللي بيحصل معانا كلنا بشكل ما في لحظه ما في حياتنا، ان احنا بنجلد، انا اللي بجلد نفسي معاهم. مثال حلو قوي. ده حقيقي، ده مم. اسمه التواصل العنيف مع النفس. ولازم اتعلم حاجه اسمها التواصل الرحيم مع النفس. ازاي اصلا انا نفسي ابقى رحيم بنفسي؟ ما انا بطلب من العالم الخارجي انه يبقى رحيم معايا. فانت قبل ما تطلب منهم كده، انت محتاج الاول علاقتك مع نفسك تتحسن. صح. لان في ناس كتير انت بتقعد مع نفسك، لا ما بقعدش مع نفسي. ليه؟ انت مش متخيل يا دكتور اما بقعد مع نفسي ايه اللي بيحصل. بالظبط. انا بجلد نفسي، انا عايز اتشتت، انا عايز انزل واشتغل واروح واجي واكلم اصحابي ومش عارف ايه، ابطل ان انا هتخانق مع عيلتي لكن ما اقعدش مع نفسي. لان لو قعدت مع نفسي انا بكره نفسي وما بحبش نفسي. تمام. مظبوط جدا. فالف ب ان انا اصلح الاول علاقتي مع نفسي، افهم ازاي المهارات بتاع تعاملي مع نفسي، افهم انا عايز ايه، افهم احتياجاتي ايه، افهم ايه الفاليوز بتاعتي، هو انا موجود ليه في الحياه اصلا، افهم انا مين، انا عايز اعمل ايه في الحياه، افهم المشاعر بتاعتي وازاي انظم المشاعر بتاعتي، افهم الجزء اللي جوايا ده ازاي احتويه من احتياجات او من افكار. تمام. افهم الكلام ده، افهم محدوديتي اصلا وان انا بشر وان انا مش بيرفكشنست زي ما كنا بنتكلم قبل بتاع. شوية. عادي، انت بشر محدود. تمام. الحاجات دي كلها محتاجه تتصلح الاول في علاقتك مع نفسك. ليه بقى؟ لان ساعتها انا لما اجي اتعامل بقى مع العالم الخارجي واحمد يجي يقول لي ايه، انت دكتور فاشل. مم. لو انا مصدق عن نفسي ان انا دكتور فاشل، الف ب هغضب وهتضايق وهبدا اتخانق مع احمد. لكن لو احمد قال لي انت دكتور فاشل وانا من جوايا مش حاكم على نفسي اصلا ان انا دكتور فاشل، اقول له ده رايك، دي مشكلتك. تمام. انت اللي شايف كده. هبدا اتعامل مع العالم الخارجي ان ده مجرد راي. لكن اللي بيحصل ان اي كلمه من الاب والام بتيجي دلوقتي هي بتسمع مع الكلمه اللي انت مصدقها عن نفسك، اللي بشكل او باخر ممكن يكون هم اللي خلوك هم السبب تصدقها. فيها برضه. عادي، بس انت وصلت بقى لمستوى ان انت المسؤول عن نفسك. وده الجمله اللي اوقات كتير بتتكرر، اللي هي ايه؟ مش احنا ممكن ما نبقاش احنا المسؤولين عن مشاكلنا، ولكن احنا المسؤولين عن حلها. تمام. انت خلاص العربيه اتخبطت، في حد جه في الشارع وخبطك وجري، عندك حل من الاثنين. يا اما هتنزل وتقعد تعيط جنب العربيه وقاعد وتقول هو اللي المفروض يصلحها، هو جري خلاص، لا اما تقول تعالى بقى نصلح العربيه دي ونبدا ان احنا نتحرك. فانا متفهم ان المشكله مش انت المسؤول عنها. يعني مفيش طفل هو يعني اللي كان سبب في كذا. كان عايز يبقى مكتئب دلوقتي عنده اكتئاب. بالظبط. مفيش طفل كده. طبيعي في الطفل ان هو عايز يفرح، عايز ينبسط، عايز يلبي احتياجاته. تمام. بس هو اتضرب، اتعامل بمعامله فيها اهانه، فيها سخريه، فيها ظلم، فيها كذا، فيها لا ما تاكلش، لا ما تشربش، لا ما تعملش، لا ما تروحش، لا عيب، لا قول له انا في بتاع. ده السؤال الجاي، النقد الولي الامر او الاب والام للطفل، النقد المستمر هل بيخلي وحاجه تانية، يعني ده اول حاجه النقد، تاني حاجه الطفل اللي خايف من ابوه وامه دايما، دول بيأثروا على الشخصيه ازاي قدام؟ ما هو انت بقى عندك اكتر في كده، يعني ايه، زي ما قلنا البرينتنج ستايل. ممكن اقول لك برضو الحته دي اللي هو التواصل العنيف انواعه عامله ازاي. يعني الاب بيتواصل عنيف ازاي معاه. في تواصل عنيف اللي هو فيه النقد. تمام. النقد ده اللي هو ايه؟ ان انا احكم عليك، انت طفل غبي. تمام. هو جايب 9/10، جايب 8/10. تمام. في الامتحان انت ايه الغباء ده؟ إيه انت ليه عملت كده؟ انت كذا، ايه ليه انت ما حلتش كذا؟ ففي جزء النقد وفي جزء الحكم اللي هو انت غبي، وفي جزء المقارنه. مقارنه اللي هو ايه؟ 9/10. هو زميلك جاب ايه؟ هو محمد عمل ايه؟ هو ابن خالتك جاب كذا. المقارنه دي مؤذيه قوي. كلنا تقريبا في الشعب المصري دخلنا في القصه دي. كلنا. تمام. فانت بقى الفكره في الفريكونسي بقى، هي كل مره تمام انت طلعت الكام؟ طلعت الثاني، ليه ما طلعتش الاول؟
تمام. فانت دايما في فكره الايه المقارنه. وحاجه اخيره حاجه اسمها الاستحقاقيه. الاستحقاقيه ايه؟ انت جبت 8 من 10 فانت كده ما تستحقش انك تخرج معانا، انت ما تستحقش كذا. فبقى انا رابط استحقاقه كشخص بدرجاته. انت قبولك ليا كابن مشروط بان انا بجيب درجات. قبولك ليا كابن مربوط بصورتك قصاد الناس، ان انا هخليك الناس تفتخر بيك ولا لا. فانت حاططني في اطار ان انت قابلني بس بشكل ايه؟ مشروط. وده اللي بيحصل مع نفسنا. احنا بقينا حتى تعامل صوتنا الداخلي مع نفسنا ان انا رابط الموضوع بالنتيجة مش بالسلوك. مش اللي انا لو عملت حاجة كذا، لا، هو انا لو جبت النتيجة انا كده قابل نفسي. طب انت متقبل نفسك وانت ما نجحتش في الامتحان؟ لا. متقبل نفسك وانت كذا؟ لا. ليه؟ لان هو بقى شارط على نفسه ان هو لازم يحقق حاجة عشان تقبل نفسك. تمام. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الأسلوب بتاع التواصل العنيف حاجة اسمها الديماندنج. ديماندنج يعني إيه؟ أنا مش بنتقدك، مش بنتقدك، تمام، بس إيه، أنت قلت لي أنا نزلت النهاردة يا بابا ومش عارف إيه وعملت بودكاست مع دكتور محمود، ودكتور محمود ده شخص، فأنت حاسس إن أنت خدت إيه؟ ستيب، تمام. فوالدك هيقول لك إيه؟ رائع جدا، تمام، عايزين نعمل كذا كمان، يعني فاهم؟ هو يعني هو قال لك تمام، اللي بعده ايه؟ ده اسمه الديماندنج، المتطلب. ان هو طول الوقت ما بيشبعش. يعني هو فخور بيك جدا بس ايه نكست ستيب؟ انت برضه فخور من نفسك، عملت شغل كتير جدا، بس بتيجي في لحظه اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده مش كفايه. يعني دي حتى بعيد عن الاهل، انا بحس دي انا كشخص كاحمد بحسها. انا عملت اللي حواليا بيقولوا لي انت عملت كفايه، بس انا لا، مش حاسس اني عملت حاجه اصلا. لا بالظبط، هي دي ده جزء من الديماند. حلو. تمام، ان انا شايف ان انا عملت بس لسه فيه. بالظبط. تمام. في بقى الجزء الاخير اسمه الجيلتي انديوسر. الجيلتي انديوسر ايه؟ انت عملت حاجه، تمام، انا مش هنتقدك، يعني مش هنتقدك ولا احكم عليك ولا هقارنك ولا حاجه، تمام، بس هي كده اقول لك ايه؟ طب خلاص ماشي. خلاص. طب مش كنت تقول لي؟ هو انا ما عملتش حاجه، يعني انا بس اديتك ايحاء او اديتك بتاع ان انا هسير عندك احساس الذنب كده، تمام. وده اوقات كتير بنستخدمه، اللي هو ايه؟ انا نازل. هتنزل؟ طب ماشي خلاص ماشي. ايه يعني يعني قول لي يقول لي لا، قول لي اجابه. بالظبط. لكن احساس اثاره الذنب ده موجود كتير في الاهالي، اللي هو خلاص براحتك، روح لو عايز تروح روح. اروح بعد ايه يعني؟ بعد ايه؟ خلاص اروح ولا بروح؟ براحتك. براحتك كلمة براحتك يعني بجد جلد انديوسنج بشكل عنيف. بتعصب اصلا يعني، مع الوقت بتعصب. بالظبط. قول لي يقول لي لا، قول لي لا، بس ايه براحتك؟ فطول الوقت انت محطوط في اطار انك حاسس بالذنب ان انت هتعمل حاجه تخالف مثلا والدك او والدتك او اخواتك بالظبط. او مش عارف مراتك او ابنك، فاهم؟ فدول 3 اشكال، اللي هو الشكل هو العنيف او الكريتيكال والكومباريزون والحكم وبتاع. الديماندنج هو ما ده بالعكس بيشجعك، بس ايه؟ ما بيشبعش. شايف ان في انفينيتي لو احنا هنوصل للكوكب ولو وصل للكوكب هيقول لك ايه الكوكب اللي بعده. تمام. والجلد انديوسر هو ما بيعملش اي حاجه، ولا بيحكم عليك ولا ديماند. يقول لك براحتك ماشي انزل نازل مع اصحابك ماشي كده. ال3 دول طبعا يعني اذى كبير للطفل يعني. طيب بعد المشاكل دي كلها، هل ممكن بعد ما عدينا ال18 بقى عندنا الأنا ان هو نقدر نربي نفسنا تاني؟ وازاي؟ طبعا. هي النقطة اللي كنت بقول لك عليها بجد، يعني من رحمة ربنا يعني، او من الحاجات الجميلة في مخ الانسان مفهوم كده اسمه النيوروبلاستيستي. احنا اللي هو مسؤول عن التعلم، انت اصلا بتتعلم ازاي، تمام. فالمرونه العصبيه اللي في الدماغ دي مش بتنتهي، يعني انت من ساعه ما تتولد لحد ما ربنا يفتكرك بتفضل موجوده، تمام. الدرجه بس بتاعتها بتختلف، واحد صغير خالص، واحد كبير خالص، وهكذا. حلو كده. طيب فانت طول الوقت ينفع اي حاجه تتغير. يعني انت لو عندك كور بليف عن نفسك او معتقد عن نفسك ان انا مش مقبول، ينفع في يوم من الايام ان انا ابقى مقبول. شخص عنده سوشيال انكزايتي ما يعرفش يتكلم قصاد الناس، ينفع بعد كده تلاقيه بيقف قدام
آلاف الناس ويتكلم ويبقى واثق من نفسه ومش قلقان وهكذا. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل اصلا بان احنا نقدر نحسن علاقتنا مع نفسنا. دي بقى بتبقى من خلال انك تتعلم اصلا النوليدج، ان انت تعرف هو ايه اصلا نفسك، ويعني ايه نفسك، ويعني ايه الانا، ويعني ايه احتياج، ويعني ايه. تفهم المصطلحات دي في علاقتك مع نفسك، وتبدا تتعلم سكيلز في ازاي تدير نفسك، او ازاي تدير احتياجاتك، او ازاي تنظم مشاعرك، او ازاي تغير افكارك. ثم في الاخر خالص الاتيتيود، انت اتيتيودك اصلا تجاه الحياة، او اتيتيودك تجاه الاخرين، او اتيتيودك تجاه نفسك. انا شايف نفسي محدود، شايف نفسي متقبل نفسي، متقبل محترم نفسي، شايف نفسي مش وحش حتى لو غلطت او اذنبت، طالما انا باخد الاطار الصح. يعني حتى دي نقطة دايما بنقولها، اللي هو ايه، حتى دينيا انت يعني مش لو اذنبت انت كافر، انت اذنبت، ربنا قال لك توب. والتوبة دي انت يعني في شروط معينة، ان انت النية تبقى انت مش هترجع، وتتعلم من اخطائك، وتبدأ تاخد سلوك. انت كونك انك عملت كده، ده في حد ذاته المطلوب منك. ربنا ما قالكش انت لازم ما تغلطش في الدنيا خالص. فانت ما تقعدش تسرع مع سنة الحياة، يعني ما تقعدش تسرع مع ان انت لازم تبقى بيرفكت، ولو غلطت انت مش ملاك. فاللي بيعيش في اطار الملاك بيجي في لحظة وبتلاقيه بيروح للاكستريم التاني، يقول لك خلاص انا اتخنقت، فانا بعمل بقى اقصى الشمال. يا ابني ما هو برضه ربنا ما قال انت ليه اقصى اليمين، ليه اقصى الشمال؟ يا كده يا كده لا كده لا كده. فانت حاطط لود على نفسك ما حدش طلبه منك. انت محتاج تعيش بشريتك، محتاج تتقبل نفسك، محتاج تتقبل محدوديتك. انت مش هتغير العالم، يعني انت العالم كده كده بيتغير. انت بتأثر في العالم، تحاول تشارك في تغيير العالم، تحاول تخلي الكفة الخير تطب. ده اللي انت بتحاول تعمله. هل هتوصل؟ مش بتاعتك، انت بتحاول تعمل ده بأقصى مجهود وخلاص. وصلت الفكرة. نيجي بقى لنقطة تانية، الدين والصحة النفسية. يعني بنسمع دايما في مصر، او نقول في طابع الفلاحين، مش عايز اقول الفلاحين كلهم، بس احنا كلنا فلاحين يعني عادي، مش قصدي حاجة وحشة. ايوه. فكرة ان هو انت مكتئب تعبان زعلان، يقول لك اقرأ لك وردين من القرآن، قوم صلي. الكلام ده فعلا ماشي، بس هل ده فعلا علاج ولا ده كلام وخلاص؟ طيب يعني انا السؤال ده كان ممكن من سنتين اجاوب عليه بطريقه، ودلوقتي اجاوب عليه بطريقه. ليه بقى؟ انا بقيت ملاحظ يعني التطور اللي بيحصل في التغيير بتاع الموضوع ده، او ثقافه الناس في الموضوع ده. يعني وبالتالي يعني انا حابب فعلا اشكر يعني اي شيخ بيسمعنا، لان الموضوع فعلا تطور بشكل حلو قوي. ان هم اللي بقوا يحيلوا الناس على الاطباء النفسيين، اللي هو اللي عندك ده يا ابني مش مشكله دينيه ولا سحر ولا كذا. ده موجود اسمه مثلا الوسواس القهري، ده موجود، ده ممكن يبقى حاجه اسمها فصام، ده موجود يبقى حاجه اسمها كذا. فالوعي اصلا اللي بقى عند الشيوخ او رجال الدين، او حتى السيس او بقى الموضوع كويس جدا. تمام. ده في خلال على فكره فتره يعني صغيره، مش فتره كبيره. انا بتكلم من سنتين ثلاثه، لا كان الناس بتيجي هي لازم معديه على الشيخ او وده الواد ده مسحور، وممكن يمشي في السكه دي وما يروحش. تمام. احنا بقى بنقول ايه؟ احنا بنقول ان احنا مؤمنين بده ومؤمنين بده. يعني انت لو شخص دلوقتي لا قدر الله عمل لك حصل حادثه وجبست رجلك، تمام، او يعني رحت المستشفى وجبست رجلك، هل ده يمنع ان انت تاخد بالاسباب ان انت تقرا قران وتدعي ربنا وهكذا؟ ده ما يمنعش. ما يمنعش. احنا عايزين نمشي في الطريقين، ناخد بالاسباب اللي ربنا قال خدوا بيها، ان في طب وفي علاج، ونقرب من ربنا وندعي عشان نيسر ده. فلا مانع من الاثنين. هو الموضوع مش لا اما ده لا اما ده. هي زيها زي المرض العضوي، انت لما بتتعب بتاخد الدواء، وفي نفس الوقت بنقعد ندعي ان ربنا ان شاء الله يشفيه. هو نفس الكلام. انت المرض النفسي ليه علاج، سواء دوائي او علاج سلوكي او علاج معرفي، وفي نفس الوقت احنا ندعي للشخص ده ان ربنا يعني ييسر له ويشفيه. تمام. وحتى يعني النقطة الجميلة المشايخ حتى بيقولوها، واللي احنا بنتعاون معاهم، حتى يقول لك ان حتى الحديث اللي هو بتاع اللي هو
اللي هي ما من شوكة يشاكى، اللي هو فكرة لو بس انت يعني شوكة واحدة دي ربنا بيرفعك بيها درجة بالظبط، بيشيل عنك أذى، بيرفعك بيها درجة. وهكذا المرض النفسي. يعني هو كان كان السؤال يعني هل في المرض العضوي بس، تمام، ولا المرض النفسي؟ لا، هو الألم النفسي زيه زي المرض العضوي. صح. فده جزء اصلا من الابتلاء اللي عليك بشكل او باخر، واللي انت مجاهدتك ليه او تحملك ليه او محاولتك ان انت تمشي في ان انت تتعالج منه، ده اصلا بيرفعك بشكل ما في حسناتك، ربنا بيجازيك عليه خير في الالم اللي انت متحمله. وصلت الفكرة. دايما بنسمع فكرة ان الاكتئاب اللي عندك ده قلة ايمان، عشان ما بتصليش، عشان ما بتحفظش قرآن، عشان ما بتقرأش قرآن اصلا. واهم حاجة الصلاة، هي كده كده اهم حاجة عندنا في حياتنا كمسلمين طبعا. الصلاة. لكن فكرة الاكتئاب اللي بيجي يقول لك ده بسبب قلة الايمان اللي عندك. محتاجين نوضح يعني ايه اكتئاب، وايه الفرق بين الحزن، وهل ده فعلا ليه علاقة بالايمان ولا لا. تمام. طيب هنا نقول ان فعلا يعني لو احنا بنتكلم ان الشيوخ هي اللي ردت على الموضوع ده كتير جدا، وقالت يا جماعه ان يعني لو ده كان بيحصل الشيوخ نفسها بيجي لها اكتئاب. يعني عادي، يعني لا مانع خالص من ان انت تبقى شخص قريب جدا من ربنا ويجي لك مرض، ده مش حاجه عيب اصلا. صح. بالعكس، احنا لما بنقول للموضوع ده انت بتضايق الشخص، يعني انت بتضايقه لانك انت اكنك بتقول له انت كده بعيد عن ربنا. يعني معنى وجود مرض نفسي يساوي ان انت بعيد عن ربنا. صح. بالعكس، ده في حاجات هي مثبته اصلا، يعني حاجه شبه الوسواس مثلا. اما شخص يجي له وسواس في العقيده او وسواس في الطهاره او وسواس في الوضوء، ده الف ب بيبقى اصلا قريب جدا من ربنا. يعني هو اصلا الوسواس كمرض بيجي عكس الشخصيه او عكس البرسوناليتي. فاحنا حتى مثلا في العياده بنتعاون حاليا مع شيوخ في الازهر، فالشيخ اوقات بيجي معانا الجلسه وبيقعد عشان البيشنت بيبقى محتاج ان هو ياخد استشاره من شيخ في حاجه حلال او حرام، وبتعمل في اطار ضوابط كده معينه علاجيه. تمام. فمن ضمن الحاجات ان الوسواس اصلا ده هو بيجي للشخص اللي قريب. هو انت لو انت شخص مش مهتم بالصلاه او مش مهتم بربنا، هيجي لك وسواس ليه هيجي لك في الوضوء؟ ما انت هتقول مش مهمه وتكمل. صح. ليه مش مهم في الصلاه فانت بتعيد؟ مش في العقيده فانت اصلا ما بتحبش ربنا، فليه هيجي لك افكار عن ربنا؟ فاهم قصدي ايه؟ فالموضوع رابط ده بده، ده متعب جدا وبيأذي جدا. والله احنا بنشوف ده كتير جدا، بيأذي البيشنت. انت اما نقول كده ده بيحسسه ان هو يا عم انا اصلا نفسي اقوم اصلي ومش قادر لان عندي اكتئاب، او نفسي اعمل كذا، انا اصلا عندي احساس بالذنب تجاه ان انا مقصر، فانت جاي تقول لي كمان ان ده في حد ذاته بسبب ان انا ما قصرت. ارجوك ارحمني، لان اصلا كمان يعني عارف الواحد محتاجين نتقي ربنا، لان النقطه دي مهمه في حاجه. الشخص اللي عنده اكتئاب بيبقى ممكن بتوصل في حالات المتوسط او الشديد لافكار انتحاريه، انا عايز اموت. تمام. ومبيبقاش شايف في امل، ولا حد بيحبه ولا حد قابله. فما تقول له كمان في اللحظه دي ان ربنا مش قابلك، او ان ربنا انت كده بعيد عن ربنا، فخلاص ده هو جزء كبير جدا 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 من اللي بيمنع الشخص عن الانتحار، ان هو حرام، ان كده انا هخسر الدنيا والاخره. فانت لما تقول له بقى ايه، هو اصلا ربنا انت عشان انت بعدت اصلا عن ربنا، وان ده كده دليل ان انت اصلا وحش عند ربنا، طب انت كده بتعمل له ايه؟ انت بتمنع البروتكتيف فاكتور اللي ممكن يكون حاميه اصلا من ان هو يموت نفسه. تمام. وفعلا ملهاش علاقه، يعني على ارض الواقع الكافر بيجي له اكتئاب، والمسلم بيجي له اكتئاب، والقريب ده مرض زيه زي واحد بيجي له برد. هل بيجي له برد ده بعيد عن ربنا؟ لا. فدي النقطة الثانية، ايه الفرق بين الاكتئاب والحزن؟ تمام. الحزن ده مشاعر كلنا بنعيشها من اول لما بتتولد، من اول لما الطفل بيتولد في حاجة بتفرحه وحاجة بتزعله، ده الحزن. تمام. دخلت امتحان ما وفقتش فيه فزعلت، مش عارف اسمه ايه ده، ابنك ما جابش درجة حلوة فزعلت، مامتك اتضايقت منك فزعلت، ده زعل. تمام. لكن الاكتئاب لا، الاكتئاب ده ليه زي 9 اعراض كده، تمام، او عدد معين من الاعراض مهم ان هو يبقى موجود منهم عدد اعراض معين لمده معينه. زي ايه؟ زي الحزن الشديد طول الوقت دي مقصود بيها 80% من اليوم. يعني ما تجيش تقول لي ده انا والله بقى لي كتير زعلان ايه، اول لما اصحى من النوم كده ساعه. لا، 80% من اليوم، 80% من اليوم انت حزين، انت عندك احساس بالحزن. تمام. او النقطه الثانيه حاجه اسمها الانهيدونيا دي يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي كانت بتفرحك قبل كده مش تفرحك. كنت بخرج مع اصحابي كنت منبسط،
بقيت اخرج دلوقتي ما بقتش انبسط. نجحت في الامتحان، نجحت بس ما انبسطتش. اتفرجت على كذا، اتفرجت بس ما انبسطتش، مع ان الحاجه دي كانت بتفرح. فدي اسمها الانهيدونيا او عدم الاهتمام. مبقتش مهتم باي حاجه، مبقتش فارقه، مبقتش فارقه باي انشطه، مبقتش فارقه ان انا اروح اي مكان. فدي اسمها لوس اوف الانترست او عدم الاهتمام. خلاص مبقاش في حاجه فارقه معايا. تمام. النقطه الثالثه فكره بقى الدس او افكار عن الموت، ان انا متمني الموت، او افكار ان انا عايز اموت، يعني عايز اموت او اتمني الموت، سواء مثلا ادعي على نفسي او مجرد تمني، او سوسايدال ثوتس بقى، افكار انتحاريه. تمام. دي كده يعني حاجات لو بقت موجوده احنا محتاجين نركز ان الشخص ده ممكن يبقى عنده ايه، ممكن يبقى عنده اكتئاب. بقيه الاعراض التانية بقى اللي هي الايه، قله التركيز، لخبطه في النوم، لخبطه في الشهيه، قله الثقه بالنفس. تلاقي الشخص اصلا عنده تردد في اقل حاجه، البس ده ولا البس ده، اكل ده ولا اكل ده، الحاجات البسيطه حتى بقى متردد فيها. احساس بالذنب تجاه حاجات اصلا هو ما عملهاش. طب الدرجات بتاعت الاكتئاب بتيجي من ايه بقى؟ اختلافها بقى بتيجي عدد الاعراض وشدتها. تمام. يعني في اكتر من تقسيمه للموضوع. في الشده ساعات بتبقى على عدد الاعراض. يعني مثلا لو شخص عنده من 2 ل 4 من اللي احنا قلناهم دول، بيبقى مايلد بسيط. من 4 ل 6 مودريت متوسط. من 6 ل 8 او اعلى من 6 ده شديد. تمام. في بعض التصنيفات الثانيه لا، تقول لك لو الشخص عنده سوسايدال ثوتس، افكار انتحاريه، ده لازم نتعامل معاه ان هو ايه، شديد. في بعض الاعراض بوجودها بس، زي مثلا في حاجه اسمها ديبريشن والسايكوزس، اللي هو مثلا عنده افكار مغلوطه قوي ان انا مش موجود، وافكار غلط يعني عن نفسه. تمام. دي برضه لازم تتصنف شديد وهكذا. تمام. ففي تصنيفات كتير، بس يعني اكتر تصنيف اللي هو ايه، عدد الاعراض. لو عندك اعراض كتير والمده طبعا بتفرق. التعامل مع الوسواس القهري الديني والفرق بينه وبين الالتزام. يعني احنا قلنا من شوية ان هو اللي بيجي له وسواس قهري في الديني بالذات هو اصلا ملتزم قوي، فهي الحتة دي بتجيله. فازاي نتعامل مع الموضوع ده؟ تمام. طيب خلينا يعني برضو في دقيقة كده نقول ايه هو اللصوص القهري. اللصوص القهري ده عبارة عن افكار. الافكار دي افكار غير منطقية. الشخص ذات نفسه هو شايف ان الافكار دي مش منطقية، افكار مش بتاعتي، حاسس ان فجأة هي اسمها انتروسيف يعني نطت جوه دماغه. يعني انا قاعد كده في فكرة نطت، ايه الفكرة الغريبة دي، ايه الفكرة المش منطقية دي. تمام. الفكرة دي ملحة، كل لما حتى تزقها ترجع لازقة فيك، كل لما تزقها ترجع وانت مش عارف هي امشيها ازاي. فهي افكار غير منطقيه وملحه وانتروسيف، بتنط فجاه غريبه عن عالم افكارك. تمام. الافكار دي طول الوقت تك 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 تك، فمزعجه. مزعجه ليه؟ لان حاجه اسمها ايجو ديستونيك، عكس رغبتي، عكس اللي انا عايزه، عكس شخصيتي اصلا. احس ان انا بتكلم في اليمين وهي بتتكلم في الشمال. احس ان انا بقول ايدي نظيفه وهي بتقول لك ايدك مش نظيفه. احس ان انا بقول ان انا بحب ربنا، وفي فكره بتقول لي انت بتكره ربنا وبتشتم في ربنا. طب ايه الافكار دي منين؟ بتجيلي ازاي؟ تمام. فده طبيعه الافكار الوسواسيه. فطبعا حاجه شبه كده بتزود قوي مشاعر عدم الراحه او القلق، فبتقهرني ان انا اعمل سلوك. ايدك مش نظيفه، ايدك مش نظيفه، ايدك مش نظيفه، ايدك مش انا قمت غسلت اهو. تمام. بعمل السلوك وانا مش مقتنع ان ايدي، انا عارف ان انا لسه غاسل ايدي، هغسلها 10 مرات، بس الفكره مش هتسكت. تمام. فده معنى الايه، الوسواس القهري. فلما بغسل ايدي ايه اللي بيحصل؟ القلق بيهدى شويه، ولكن على المدى الطويل الفكره بتقوى ترجع تاني وبتزيد وهكذا. تمام. الالتزام لا، حاجة تانية خالص. الالتزام انا ببقى عندي افكار، الافكار دي انا ببدأ افكر فيها مثلا شبهة معينة. تمام. اما حد يكلمني فيها، تمام، انا ببقى مقتنع في الاول او ببقى شاكك، فما حد بيكلمني ويقنعني خلاص بتمشي. لكن الوسواس انا نفسي اصلا مش مقتنع، افكار مش بس منطقية، بعمله. انا مش محتاج حد يقنعني ان هي مش منطقية. تمام. واما حد حتى لو هو حاول يقنعني، لو الموضوع مؤقت جدا بيسموه ري اشورنس، بطمن لحظيا، بس اول ما الشخص ده يمشي الفكره بتفضل تتردد تك 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 تاني. تمام. فده الفرق بين الالتزام والفرق بين الوسواس. علاجه ايه؟ الوسواس علاجه على حسب برضه الدرجه بتاعت شدته. لو هو بسيط ممكن علاجه حاجه اسمها العلاج المعرفي السلوكي او العلاج بالقبول والالتزام. دي مدرستين بازاي بتتعامل مع الافكار وازاي تتعامل مع السلوك القهري. تمام. بحيث انك تقدر تتحكم فيهم،
حلو. لو هو متوسط اوقات بنحتاج دواء، اوقات ما بنحتاجش. لو هو شديد لا، بنحتاج دواء مع العلاج المعرفي السلوكي، والاثنين مع بعض نسبه نجاحهم فوق ال 80% في الوسواس القهري. في الوسواس القهري. يعني الوسواس القهري من الامراض اللي هي سهل تتعالج على حسب الشده، بس فعلا الحمد لله يعني معظم الناس اللي بتيجي العياده وبنمشي معاها البروتوكول صح وبنمشي معاها بشكل علمي، الحمد لله الدنيا بتتحسن. لازم ادويه على حسب درجه الشده. تمام. لو الشده ليه بقى، ليه فكره الادويه؟ بص، الدواء اوقات كتير احنا بنشبهه. انت شخص دلوقتي ما بتعرفش تعوم، حلو، وطولك كام؟ هنفترض 100 متر و70 سنتي، اترميت في حمام سباحه طوله 2 متر، حلو ايه اللي هيحصل؟ هتغرق، صح كده؟ فانت رفعت ايدك وعملت عايز اطلع، تمام. هل ينفع في اللحظه دي اعلمك العوم؟ يعني انا ينفع في لحظه وانت بتغرق اقول لك بص بقى انا هعلمك العوم وبتاع، ولا انت اصلا مش شايفني؟ مش شايف. انت مش شايفني، تمام. انت محتاج مني عوامه، او محتاج مني اقول لك ايه، خد البتاعه دي، البوكس ده اقف عليه تحت، فانا هديك بوكس 50 سم كده تقف عليه، فراسك هتبقى فين؟ فوق الميه. فوق. هديت صح؟ ساعتها هقول لك تعالى اعلمك العوم، علشان لما اجي اشيل البوكس تبقى انت ايه؟ تعرف تعوم. المثال ده هو ببساطه اللي ممكن بيحصل جوه العياده. البوكس ده هو الدواء. في الحالات الشديده قوي انت محتاج اصلا تشوفني، محتاج اما اجي اقول لك تعالى نتعلم العوم تبقى انت عندك قدره ان انت تسمعني وتشوفني وتتفاعل معايا، تمام. فانا هحط لك بوكس وهقول لك في لحظه ما احنا هنشيله، بس بعد ايه؟ بعد ما هعلمك المهارات اللي هتعرف تتعامل فيها مع مثلا الوسواس، تعرف تتعامل فيها مع تنظيم مشاعرك، الناس اللي عندهم مود سوينج او تقلب مشاعر. فوانس ان انا شلت البوكس خلاص انا بعرف اعوم. تقلب المشاعر مشكله لو في اطار معين، لو شخصيه مثلا من اقل حاجه بتفرح، من اقل حاجه بتنزل الارض في خلال مثلا دقائق، في خلال ساعه، تمام. شخصيه بتتعصب بسهوله جدا، تمام. ده في اطار معين، يعني برضو هي مش لوحدها بتبقى مشكله. في اطار بقيه صفات مثلا شخصيه ممكن تبقى ليها علاقه بصفات شخصيه او اضطراب شخصيه، او ممكن ليها علاقه باضطراب نفسي شبه الاكتئاب او شبه القلق او هكذا. اتكلمنا عن التربيه والصحه النفسيه واتكلمنا عن الدين والصحه النفسيه، خلينا نتكلم شويه عن المشاكل اللي بتقابل المرضى النفسيين والاشخاص بقى. من اول اعترافه بالمشكله هو نفسه، ان هو ممكن يقول لك لا انا يا عم مش مكتئب، لا يا عم انا ما عنديش، وفي الحاله الثانيه الاكستريم اللي هو بيقول لك انا مكتئب ومقتنع بس مش هروح لدكتور نفسي. الاعتراف بالمشكله وان هو محتاج علاج او محتاج حل، ازاي؟ تمام. طيب خلينا نتكلم اصلا ان هي دي سايكل فعلا لمراحل تغيير لاي حد. اي حد بيحصل له مشكله هو بيمشي في سايكل كده. اول حاجه، هل انا اصلا واعي ان في مشكله ولا مش واعي؟ يعني انا ممكن يبقى عندي مشكله بس انا مش عارف ان دي مشكله اصلا في حد ذاتها، تمام. اول حاجه ان انا اعرف ان في مشكله، ثم بعد كده هل انا معترف بالمشكله؟ يعني انا قلت لك خلاص ان انت عندك مشكله اسمها كذا. اول حاجه غالبا تيجي عند الشخص الدينايل، هينكر. لا يا عم لا انا مش مريض، ما تقولش عليا مريض، انا مش مريض نفسي اصلا، ده مش مرض، ده هي حاجه عاديه. لا يا دكتور ده واضح ان هي كذا. فاعترافي اصلا ان ده اسمه مرض، ان ده اسمه ادمان، ان ده اسمه مشكله، دي المرحله الاولى. حلو. فالف ب علشان الشخص يتعالج الاعتراف ان انا مريض، ودي حاجه ما تقللش منك. عايز اقول لك ان في ناس احنا بناخد يعني ب6 شهور ب7 شهور لحد ما اصلا يعترف ان انا عندي مشكله اسمها كذا. يا نهار ابيض. ليه بقى؟ لان وده على فكره مفهوم جدا ومتفهم جدا، واحنا بنقول لهم يعني تمام احنا معاكم لحد ما الموضوع يبقى سهل. ليه بقى؟ لو هو قال ان انا مريض نفسي ايه اللي بيحصل؟ نظره المجتمع ليه ان هو مجنون. نظره يعني المجتمع اول واحد، واهله مش عارف هيعاملوه ازاي، واصحابه هيعاملوه ازاي، وهكذا. فهو لو في بيئه اصلا مش بتعترف اصلا بالمرض النفسي، ان هو عادي يا جماعه والله هو عنده مشكله نفسيه، مش اللي هو مجنون ولا عنده قصور في عقله ولا هيبقى صعب جدا ان هو يحط نفسه اصلا في البوزيشن ده حتى قصاد نفسه. تمام. فدي اول حاجه، ان هو يعترف بان في ايه، في مرض نفسي، في مرض نفسي. تمام. النقطه اللي بعد كده بقى، هل هاخد ازاي الخطه العلاجيه؟ فالخطه العلاجيه بتبدا تبقى مختلفه من شخص لشخص،
واحد يقول لك انا مش عايز دواء، وده بيبقى فالid جدا لو ان هو عنده مخاوف اصلا. يعني هو عنده مخاوف ان انا طب انا هروح، طب انا مش هروح، طب انا لو رحت هيسمعني، طب هيجيبني، طب هيقول عليا ايه، طب صورتي هتبقى ظاهره قصادي ازاي. ف يعني انا خلاص اعترفت، طب هعمل ايه؟ لا، اروح ولا ما اروحش؟ طب انا رحت، هل لما انا رحت هو تفهمني ولا التجربه كانت منيله في 60 نيله؟ وده بيحصل كتير جدا. الناس لما بتيجي رحت قبل كده للدكتور نفسي، رحت، ايه الاخبار؟ كانت تجربه سيئه جدا. ليه؟ ما سمعنيش، مش عارف، الدكتور كان ماسك الموبايل، ما كانش فيه خصوصيه، قلقت منه، قعد ينصحني. ودي اخطاء بتبقى موجوده عند الاطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين، بتحصل. تمام. فممكن اصلا التجربه دي تقفله من ان هو يروح تاني خالص. صح. طب انا رحت، الدكتور قال لي الخطه العلاجيه فيها دواء، طب اخد الدواء؟ لا، ده الدواء ده انا عندي مخاوف ناحيته. الدواء ممكن بيعمل ادمان، الدواء ممكن ينيمني، الدواء ممكن يخليني ازيد في الوزن، الدواء ممكن كذا، الدواء ممكن كذا. فده بيبقى بسبب ان الخطه العلاجيه محتاجه تتحط بشكل تعاوني. يعني ايه بشكل تعاوني؟ يعني لو اللي قدامي خايف من الوزن، هبدا انا كدكتور احط لك دواء ما يزودش الوزن. هو خايف من الادمان، فانا ابدا اوضح له الدواء اللي انا بكتبه لك ده مش ادمان اصلا. والادويه اللي هي كانت ادمان دي يا جماعه كانت من زمان خالص، وما بقتش تتكتب دلوقتي الا بروجيتا ومختومه ومش عارف ايه، وده اصلا ما بقتش تتكتب. تمام. الادويه دي عشان بس من زمان. فتخيل الناس الخاطئ عن العياده النفسيه او المفهوم بتاع العياده النفسيه، او ان انا هروح والدكتور يقول لي الشيزلونج وارجع لورا والميوزك والكلام ده، شغل لي ريكورد وانا بتكلم وسجل لي. يعني في ناس كانت بتكلمني عن النقطه دي، اما قعدت شهور معايا وبعد كده هي اكتشفت ان دي سماعه. هما كانوا متخيلين ده كله ان انت بتسجل لنا. فهو كانت لسه السماعه دي طالعه، يعني شكلها ما كانش لسه معتاد قوي. تمام. فهو بالنسبه لهم ان انت كده بتسجل، تمام، انت كده دكتور نفسي قوي. تمام. فدي حاجه فاليد. احنا على فكره كان في كده سلسله اللي كان باشمهندس كريم بيتكلم عنها، اللي احنا عملناها بتاعت سايكو ده عملنا جزء اول وجزء تاني. ودي سلسله فعلا موجوده، اللي هي بتتكلم على الجيرني بتاع البيشن من قبل لما يروح العياده النفسيه لحد كل حاجه من دي. خوفه من ان انا اروح، طب ما اروحش، طب ازاي اثق في الدكتور النفسي، هو انا اعرف اصلا ان انا مريض نفسي ولا لا، امتى اخد الخطوه، ايه الفرق بين الاخصائي واللايف كوتش وبتاع. دي كلها عملناها على حوالي 14 حلقه، كل حلقه لمده تقريبا 3 دقائق او حاجه، بتجاوب على سؤال من الجيرني بتاعه البيشنت دي. بص الفكره، فهو كده خلاص اعترفنا ورحنا نبدا في العلاج. ازاي نبدا بقى في العلاج؟ تمام. اول حاجه خلينا نقول على نقطه. اهم حاجه في العلاج هي المساحه ما بين الدكتور وما بين البيشنت. يعني ايه المساحه؟ يعني لازم المساحه دي يبقى فيها نوع من انواع الامان، نوع من انواع الثقه، نوع من انواع حاجه اسمها البوزيتيف ريجارد. البوزيتيف ريجارد ده يعني ايمان الدكتور الكامل بان في علاج. الثلاث عناصر دول مهمين جدا. تمام. يليها بعد كده حاجه اسمها الامباسي. يعني ايه الامباسي؟ التفهم. يليها بعد كده حاجه اسمها التقبل الغير مشروط او القبول الغير مشروط. فناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه الامان. ما ينفعش اروح مكان وانا ما عنديش مساحه اكون مطمن اللي انا هقوله ده هيخرج بره. صح. فحتى لو الشخص جاي مع اهله واهله يقول لك احنا عايزين نقعد معاك، بنقول له انت هتقعد معانا قصاد فلان، او اللي فلان ده هيقوله لي انا عمري ما هقوله لك الا باذنه. لازم يطمن ان المعلومات اللي في الملف او اللي بيتقال مفيش حتى دكتور تاني بيطلع عليها الا باذنه. فمعلوماته سريه للغايه، لان هو بيشارك معاك حاجات حساسه جدا. هو محتاج يطمن الاول ان انت مش هتطلعها بره، وده اكيد وفاليد واحنا بنأكد عليه كل مره. النقطه الثانيه الثقه. هل انت كدكتور محل ثقه ان الشخص ده يستأمنك على ان هو يقول لك 1 2 3 وانت تبقى محل ثقه ان انت تساعده؟
والثقه دي بتتبني من حاجات كتير، من ان انت تسال على الدكتور والفيدباك بتاع الدكتور ده من البيشنت التانيين، وان انت تقعد مع دكتور وتسمعه وتشوفه بيتكلم ازاي. ولا مانع خالص ان انت تساله 1 2 3 4 لحد ما تثق وتطبق. والثقه دي بتيجي مع الوقت، مش بتيجي من دايركت كده من اول مره. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها البوزيتيف ريجارد، ودي عايز اقول لك يعني يمكن الناس اللي هتشوف الفيديو ده هتبقى عارفه دي بتطبق في العياده ازاي، وقد ايه هي بتحمي ناس كتير. يعني ايه بوزيتيف ريجارد؟ هي ايمان المعالج بشكل كامل ان في امل. ففي ناس كده بتيجي العياده في لحظه وتقول لي يا دكتور انت ما احبطتش؟ يعني تلاقي عدى سنه مثلا في العلاج والتحسن بيمشي ايه؟ ببطء، خطوه خطوه خطوه. تمام. فيجي يقول لك ايه، هو انت ما احبطتش؟ لا ما احبطتش. ما زهقتش مني؟ ما زهقتش مني؟ لا ما زهقتش. هو انا في حالتي امل اصلا ان انا اتعالج؟ في امل. الاجابه دايركت في امل. ليه؟ لان الدكتور هو قاعد على الكرسي ده وهو مصدق ومؤمن تماما ان في امل، مهما كانت حالتك، مهما كان صعوبتها، هو عنده ايمان داخلي ان في امل. عنده اكتر من 20 مدرسه فيها اكتر من 200 تول بيحاول ان هو يستخدمهم، وادويه كتير بيحاول ان هو يستخدمها، وما زال متفهم ان هو لسه بيتعلم طول الوقت. ما زال متفهم ان لا مانع ان في عقبات بتقابله، فهو هيسال لحد ما يلاقي الحل اللي هيساعدك. ففكره البوزيتيف ريجارد دي مهمه جدا جدا جدا، حتى يعني بنقولها لزمايلنا الدكاتره او الاخصائيين. النقطه دي مهمه جدا ان الشخص يحس بيها. طول الوقت في امل، طول الوقت علاجك فيه امل، حتى لو وقعت، حتى لو انتكست المره ال100 في امل. تمام. فدي اسمها البوزيتيف ريجارد. النقطه اللي بعد كده الامباثي، التفهم. انت وانت بتتكلم، يعني ايه التفهم؟ ان انا احط نفسي مكانك، اسمعك وابروسس، اتفهم اللي انت بتقوله، اتفهم احتياجاتك، اتفهم الكلام ده طالع منين، الدوافع بتاعتك، انت بتقول الكلام ده ليه؟ انت بتقول الكلام ده ليه لو انت غضبان؟ ما هو اللي جاي غضبان حتى يقول لي انتوا العياده بتاعتكم دي مش عارف كذا، ليش؟ هو اكيد قال كده لسبب. فانت محتاج تتفهمه ان هو قاعد بره بقاله نص ساعه. تمام. محتاج تتفهم ده، والتفاعل، تسمع وتبرسس، تتفهمه، تتفهم احتياجاته ودوافعه وتتفاعل معاه. تقول له ايوه، تبدا ترفلكت الكلام بتاعه، تبدا تعمل سمري للكلام بتاعه عشان تتاكد فعلا ان انت فهمته صح. فاول اما بيحس ان في حد متفهمه، اوقات كتير الناس والله العظيم هو في حد بيسمع، هو في حد بيتفهم اصلا صح. فهو ما شافش ده اصلا في حياته، فهو بالنسبه له دي المساحه اللي اخيرا في حد بيتفهمني فيها. وصل لك الفكره. وهكذا بقى يعني. والنقطه بقى المهمه فكره القبول الغير مشروط. يعني ايه القبول الغير مشروط؟ انا كطبيب او كثيرابيست انا متقبلك كما انت مش محتاج تتجمل. يعني انا مش هحكم عليك، انت مش محتاج كذا. طب ممكن نقول ان ده نوع من انواع الخوف برضو اللي هيبقى عند المريض اللي جاي اصلا. طبعا وحقه. طبعا وحقه. وهو الحاجات دي مش بتتكسر من اول مره، هي بتتكسر ما يتعامل مع دكتور مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، وممكن يقعد 6 شهور. بقول لك لسه في حاجه اسمها ثيرابيوتيك الاينس، العلاقه العلاجيه. العلاقه العلاجيه دي بتبتدي من اول يوم لحد اخر يوم في العلاج. تمام. هي دي اصلا اللي يمكن 50% من العلاج مبني عليها، مش الادوات، مش ان انا اعلمه مهارات. جزء كبير اتيتيودي انا كثيرابيست ناحيته. هو بيتعلم من اتيتيودي انا. هو بيطلع في العلاج بعد كده يقول لي دكتور انا افتكرت الكلمه اللي انت قلتها، انا الصوت بتاعك جه في دماغي وقت الموقف، انا بقيت اعمل زيك انت. انا في مره اتعصبت عليك لقيتك انت هادي وبتتكلم بالشكل الفلاني وتقبلت ده، فلما حصل الموضوع بدات اتعامل معاه بالشكل الفلاني. فالاتيتيود هو بيكتسب منك الاتيتيود اكتر من ان انت تعلمه مهاره وتقول له روح طبقها ويرجع المره الجايه ما عملش الواجب. ما احنا كده مش نافع. لا مفيش كده. هو ما عملش الواجب بسبب او التاسك بسبب ان فيه حاجه معينه منعته. طب تعال نفكر مع بعض، تعال نشوف ده ما حصلش ليه. دلوقتي يعني احنا اتكلمنا على شويه تحديات بتقابل المريض النفسي. اهم تحدي بيقابله خصوصا لو هو لسه تحت وصايه اهله وصمه العار اللي هيبصوا له،
النظره اللي هو انت مش مريض نفسي، لا انت بقيت مريض نفسي، طب انت خلاص اثبتنا انك مريض نفسي، انت مش كويس، انت ابني مش بار. والعكس احنا كده عرفنا المشكله فين بقى، اللي هو بالظبط، انت اللي غلط. عرفت. يعني مشكلتك انت حلها مع نفسك. وصمة العار او النظرة اللي هتتبص له، وازاي الاهل يبعدوا عن الحتة دي ويدعموا الدعم بقى بتاع الاهل نفسه. فانت تقصد محتاج الكلام يتوجه للاهل ولا تخوف؟ طيب. يعني تخوف المريض، تخوف المريض ببساطه شديده. انا بجد اللي هو نصيحه فعلا من القلب يعني، تمام. صدقني محدش هيشيل الشيله غيرك. حلو، تمام. انت فعلا اللي في الاخر بتتألم. اما بتيجي متاخر بتقول انا كنت بعمل كده علشان خاطر 1 2 3، بس بتوصل للحظه فعلا انت ما بتبقاش باقي على حد بقى خلاص، اللي هو انت بتيجي في لحظه تقول خلاص انا فعلا المهم. فحاول تاخد الخطوه دي بدري. كل ما كانت بدري كل ما كانت بدري كل ما بقى احسن، لان انت المتألم. تمام. دي النقطه الاولى بالنسبه للشخص. النقطة التانية للشخص برضو، هو انت مش ماشي تقول لكل الناس، يعني انت مش ماشي تقول انا رايح يا جماعة عند دكتور نفسي، لا عادي، انت في قدر من الخصوصية في حياتك زيها زي اي حاجة. انت مش محتاج تشارك كل ده، انت ممكن تشارك والدك، ممكن تشارك والدتك، بس مش محتاج حتى تشارك بقية اخواتك، مش محتاج تشارك الناس كلها. تمام. فانت محتاج تختار الشخص المتفهم من الاب او الام او ايا كان وتشاركوا حاجة شبه كده. تمام. يعني النقطة اللي هو بتاعت ان المجتمع كله هيعرف وخالتي وعمتي ومش لا، مش لازم. تمام. ده الجزء الثالث برضو لنفس الشخص، احنا محتاجين نقول ان في جزء من العلاج لا مانع احنا بنساعدك فيه، ان انت ازاي يعني ايه نوضح لاهلك المشكله. يعني في وقت احنا بنحتاج نقعد مع اهلك ونوضح لهم المشكله، وعايز اقول لك ناس كتير كانت شايفه ان ده مستحيل، ومستحيل ان هم يقتنعوا، مستحيل ان هم يتفهموا. وما جبنا الاهل واتكلمنا معاهم، هو بس بيبقوا شايفين الابن ايه، انت صغير، انت مش فاهم حاجه، انت مش كذا، مش انت اللي هتقول لنا انت عندك مرض نفسي. لكن ما يسمع الدكتور بيقول له 1 2 3 4 بيقتنع. يعني هو في الاول وفي الاخر هو بس بيعاملك ان انت ابنه الصغير بشكل او باخر. تمام. لكن انت اما بيشوف الموضوع ده جاي من دكتور، والدكتور ده بيكلمك بشكل ما، شكل بروفيشنال، بشكل محترم، صدقني بل بالعكس ممكن بيطلعوا من الجلسه اللي احنا بنكلمهم فيها داعمينك تدخل انديفيدوال ولا تدخل جروب ثيرابي، ولا مانع انك تاخد الدواء، لان اوقات كتير هم بيبقوا نفسهم بس يشوفوك ايه كويس. صح. فما بنوضح لهم مخاطر ده، هم مش بيبقوا مدركين من الموضوع، اللي هو ايه، انت عندك مشكله بسيطه، طب ما احنا بنجيب لك مش بتاكل فراخ وبتتعشى كويس، واحنا مش مقصرين معاك في حاجه. لكن لما بيدركوا بقى ان ده حاجه تغيير في كيمياء المخ وكذا، وده هيأثر عليك في جوازك ويأثر عليك مع اولادك ويأثر عليك، لا ده الموضوع فعلا كبر. والموضوع كله في الاخر ان هو انت ده هو هيكتسب مهاراته بتاع ليه لا. تمام. طيب ده كده بالنسبه لمين؟ للبيشنت. تمام. فاحنا بنطمنك احنا معاك طول الوقت، علشان انت اللي هتشيل في الاخر شيلتك، وهنساعدك في النقطه دي قدر الامكان. طيب بالنسبه للنقطه الثانيه بقى، الاهل الف ب، يعني انا بقول له ايه، انا عارف انت عايز تشوف ابنك كويس. يعني ده النقطة، احنا متفقين على ده. يعني هو ما فيش يعني قليل قوي 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 نادرا فعلا، ده فعلا ممكن بنشوفوش كتير، ان الاب عايز يأذي ابنه، او الام عايزة تأذي ابنها، او نفسها ان هي تشوفه بيعاني. لا، هو النية المسلمة بيها ان الاب والام عايزين المصلحة، بس عن غير قصد، عن غير قصد. طريقة انت بتمنع ابنك، او الطريقة بتاعتك بتمنع ابنك ان هو يبقى بصحة نفسية كويسة. الجيل غير الجيل، الزمن غير الزمن، التفاعل مع المجتمع والسرعة الرهيبة والتكنولوجيا الرهيبة والاي اي والبتاع اللي احنا كل ده بيخلي والمقارنات واحتكاكه بثقافات مختلفة وي بتخليه ان هو يتحرك بسرعة اكبر بكتير من جيل حضرتك وجيلي وجيل اللي اكبر مني شوية. لا، هو جيل مختلف. فبقى الاجيال بدل ما كان زمان يقول لك كل 33 سنه، دلوقتي بقى يقول لك كل 10 سنين. يا نهار ابيض. اللي اتولد بعد ال 2000 دول مسمينهم جين زد، واللي بعد مش عارف 2015 جين الفا. فانت اللي هو 10 سنين بس، او من 10 ل 15 سنه بقى جيل مختلف. فانت متخيل الفرق بينك وما بين ابنك ممكن يبقى 40 سنه، فانت بقى ايه، مش جيل، ده بقى 3 4 اجيال. تمام. فلا مانع خالص ان
تعالى نشوف المشكله فين، تعالى نشوف علشان هو ما يتدمرش نفسيا، وبعد كده يعني يقول ان انا عندي مشكله مع بابا او طالما هي نفس المصلحه، تعالى نشوف. جايز ان يبقى ده في ايه، ده في مصلحه، وده اللي احنا بنأكد عليه. احنا عارفين ومتأكدين ان الشخص بيبقى نيته كويسه بقى، حتى يعني يعني هو اللي في الاخر بيجي بيقول ايه، خلاص يا دكتور يعني ما فيش مشكله، ما عنديش، المهم ان هو يبقى ايه، يبقى كويس. تمام. فهي ده الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. حاسس ان الحلقه حلوه، محتاجين نستفيد في حاجات اكتر. ده احنا ان شاء الله لينا قعده كمان طويله واطول من دي، نقعد مع حضرتك براحتنا ونعمل حلقه تانية باذن الله. شكرا جدا دكتور محمود. يعني شكرا ليك، وبجد انا يعني مستمتع بالحلقه، تكون اتبسطت بس على حاجه بسيطه، يعني تجربه مختلفه يعني في مكان مفتوح، دي يعني حاجه لطيفه جدا، وبجد انت يعني محاورتك لطيفه وسهله، ويعني تدي مساحه اللي قدامك انه يتكلم، واتمنى ان احنا نكون يعني ان شاء الله الحلقه تكون حلوه. وصلنا للناس شكرا للرجاله اللي واقفه ورا الكاميرا، عبد الرحمن وجيمي. شكرا يا جماعه. شكرا للي ساعد في كتابه الحلقه. شكرا لكم، واستنونا في حلقه جديده من ليه بودكاست.